اللهم بلغنا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصراحة الأيام دي كلها يعني سواء رجب أو شعبان أو رمضان أيام مباركة وجميلة، وتحس إنها أيام كده فيها خير، وتحس إن احنا حابين حتى ندعي ونزود في الدعاء كده. ربنا يحقق لكل حد اللي يتمناه يا رب، وربنا يفرحنا ويفكر بكل مكروب بجد في الأيام دي. بصوا يا جماعة، يعني حبيت كده، كنا صايمين يعني، وحبيت اعمل اكلة لذيذة كده ليا انا وجوزي. طبعا الولاد عندي مش بيصوموا، يعني زي ما انتم شايفين كده حبيت اعمل حمام. انا جايبة وصفة الحمام بس لان المحشي يعني عندي في القناة كذا مرة، فمش عايزة ابقى بكرره. بصوا الحمام طبعا بتاع البيت احلى واوفر بكتير، وبصراحة بتبقي عارفة انت عاملة ايه يعني. وفي نفس الوقت هو بسيط يعني ما فيهوش حاجة. يعني طبعا احنا بنغسل الحمام بتاعنا، بس بنغسله بالراحة كده يا جماعة، بنحط عليه ليمون وندعكه بملح وحاجات كده. المهم يعني انا كنت بقول لكم هنا ان احنا هناخد لكل حمامة كبشة رز، كبشة ايدينا رز كده. وهنا كنت حاطة الكبد والقوانص مقطعاهم على جنب، وجايبه هنا بصلايه والتوابل بتاعتي. طب ايه الاساسي في التوابل بتاعتي؟ يعني هي مش بصلايه، يعني لكل حمامه مثلا باخد نص بصلايه. تمام. بحط ملح وفلفل وقرفه. المكون الرئيسي عندنا هنا قرفه. القرفه بتنقل الحمام في حته تانية. بصوا يا جماعه، يعني اكيد الناس كلها عارفه الحوار ده يعني. تمام. يعني الرز بتاع الحمام يعني احلى حاجة فيه القرفة يعني. تمام. بعد ما خلصنا غسيل الحمام كويس قوي نتأكد نحاول نسلك ما بين يعني الحمامة البطن بتاعتها كده، نحاول نسلكها من ناحية الصدر كده، عشان طبعا بيتحشي هو وايه وجوه والرقبة يعني. التلاتة دول ايه بنحشيهم. تمام. في حلة على النار كده حطيتي المادة الدهنية اللي انتي بتستخدميها ايا كانت بقى. بس طبعا يفضل يكون زبدة او سمنة بلدي يعني. وهنحط البصل بتاعنا ده حوالي بصلاية ونص. تمام. هحط عليهم ملح وفلفل عادي جدا، وهستنى شوية يعني هسيبها كده لغاية ما تدبل، وبعدين هحط عليها الرز. بصوا انا هسوي الرز نص تسوية. يعني ايه هسويه نص تسوية؟ يعني انا هسيبه لغايه ما الميه بتاعته تنشف، مش هوطي عليه بقى، لا خلاص. هو انا هسيبه بس يعني ال سوري الرز ينشف يعني كأن انا هوطي عليه، كأني بعمل رز عادي وهوطي عليه. يعني اكيد الناس كلها عارفه الاكله دي، بس ايه في بنوتات صغنانين طبعا لسه. احنا لسه بنتعلم عموما يعني. انا متجوزه بقالي فتره كبيره ولسه بتعلم، ولسه في اكلات كتير قوي بحاول ايه آه، اتعلمها يعني. تمام. طبعا انا هحط كمية الملح وبعدين ادوق، وعلشان يعني ايه اشوف ظبطته يعني. تمام. وحطيت الفلفل بتاعي. تمام. وطبعا هحط القرفة زي ما قلت لكم. القرفة معايا مكون اساسي، والريحة بتاعتها بصوا بتفرق قوي يعني. انا ما بحبش القرفة خالص في الاكلات عموما، يعني ما بحبش القرفة قوي. ممكن احطها مثلا في حاجة زي رز بسمتي او حاجة نوع من انواع الرز البسمتي، مش في كل الانواع. آه وممكن ازود تاني، يعني انا حطيت هنا حوالي معلقة كبيرة وممكن ازود تاني. طبعا انتي لما بتبقي واخدة على الشغل او على ايدك بتبقى معيارك يعني. تمام. يعني انت بتحطي وتبقي عارفة ان ده مظبوط يعني. وبرضو بتدوقي، يعني بتحتاجي تدوقي، بس انتي بعد فترة بتعرفي المعيار المظبوط بتاعك يعني. بتلاقي ايدك كده بتحطي الملح المظبوط لوحدها كده يعني. هنا حطيت معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة قرفة، وممكن تحطي نص معلقة فلفل اسود، عشان يعني بلاش يكون حامي قوي يعني. خصوصا ان انتي لو هتاكلي الولاد، انا النهارده ايه مش الولاد يعني هياكلوا لوحدهم، انا وجوزي بس. تمام. هنا حطيت بقى الكبد والقوانص. طبعا بكون حاطه القوانص الاول تاخد تسويه زياده شويه، بعد كده بحط الكبد ومقطعاهم صغيرين. انا بكتفي بكبد الحمام. في ناس بتحب تزود كبد فراخ وكده، معرفش، لا بحس ان انا بكتفي بكبد الحمام. هنا برضو هحط الرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده، غسلاه ومنشفاه، هديله تقليبه.
بصوا يا جماعه، هو انا بحب رز الضحى او الست غاليه. بس طبعا الضحى يعني اسعاره بقت عاليه قوي الايام دي، وست غاليه حلوه. ولقيت في الاسواق بصراحه في رز، بس طبعا مش عارفه اسمه لان الانواع بقت كتير قوي وكلها غريبه، فبقيت مش عارفه الاسامي يعني. تمام. بس انتي بتبصي على الحبايه بتاعتك تكون بس نسبه الكسر فيها مفيش، لان لو نسبه الكسر بتبقى عاليه بتبقى يعني الرز ما بيستويش وبتبقى طعمه وحش. آه بنقعد بقى بشوح فيه لغاية بس ياخد لون كده. انا هنا اكيد ان انا احتجت حبة كمان، لان انتوا هتشوفوا اللون في النهاية كده. هيكون غامق، ويعني لون الرز الحمام بيبقى غامق من القرفة، مش من حاجة تانية. في ناس، بصوا يا جماعة، في ناس بتحط جوزة الطيب بس فيها قولان، فانا ببعد عنها. آه انا بحبها جدا بس ببعد عنها، يعني بحاول ابعد عنها لان فيها قولان بصراحة. تمام. دلوقتي هحط معيار الرز العادي جدا، اللي هو مقدار صباع، يعني سوري، صباع ايه، عقلة. تمام، عقلة يعني تحطي عقلة فوق، يعني يكون المية زايدة عن الرز بعقلة، عقلة من صوابعك كده. تمام. زي ما قلت لكم برضو انت بتظبطيها كده ايه، هتلاقي نفسك ظبطتيها يعني. اهو انا كده بصوا ظبطته. تمام. هغطي عليه واسيبه بقى لغاية ما المية بتاعته تنشف بس. مش هكمل الخطوة التانية ان انا احط تحتيه حاجة، شايفة اسمها ايه، مع انا عموما ما بستخدمهاش اساسا. الصاج اللي هي بيعملوها بتاع الشياطة بتاعة الرز دي مش بستخدمها، بحطه على عين هادية وبيبقى زي الفل. تمام. طبعا بصوا انا بسيبه يهدى شوية، ده هنا مولع يعني، بس طبعا برضو هشتغل فيه لاني بحب اشتغله بايدي بصراحة. يعني ممكن في فيديو او حاجة احاول اعمل بمعلقة او كده، لكن لا، انا بشتغله بايدي. بحشي، انا بحشي الرقبة وبحشي الصدر من قدام، وبحشي البطن برضو. ما تحشيش قوي يعني، ما تزوديش قوي الحشو، يعني بحيث ان تلاقيه في الاخر اتخرم منك، عشان ما تحتاجيش ان انت تقفليه بورق سوليفان زي ما بيعملوا، او بستريتش وكده. لا يعني بستريتش راب لا خالص. انتي احشيه معقول، ونزليه كده افقي، يعني نزليه كده من فوق، بحيث ان اول ما بتنزل الرقبه بتقفل زي الممبار. يعني اول ما بينزل الفتحه دي بتقفل على طول على بعضها، بتضم. والميه تكون مغليه. انا حاطه في الميه بتاعتي بقى التوابل اللي عندي، حطي فلفل، ملح، طماطم، بصل، ورق لورا، حبهان. عايز تزودي كمان عيدان قرفه علشان الطعم. تمام. بصوا معانا هنا بياخد ساعه الا ربع، بالظبط ساعه الا ربع. تمام. عايزه اقول لكم ان دي اتفتحت مني. تمام. بتحصل طبعا، وارد يعني، بس احنا جدعين قوي يعني وما بنبينش حاجه. بس ما بعملش في فويل ولا حاجه. وبصوا مليان ازاي، مليان على اخره. بس هي الكميه اللي انا حطيتها بالظبط، كل واحد كبشه، كل واحد كبشه رز. طبعا الرز بينفش يعني جوه الحمامه. بس زي الفل زي ما انتم شايفين كده. النهارده بقى مش عامله يعني الحمام كده، بكتفي بيه مع شويه محشي. تمام. وبقى مني شويه رز كمان بيتاكل، بيبقى تحفه تحفه. المشكله عندي ان الولاد مره يحبوه ومره ما يحبوش. بس وحمرته بقى، بصوا يعني بقى تحفه خطير. نفسي اقول لكم راي جوزي فيه. انا بعمل حسابهم كده كده، بعمل حساب الولاد، بس هم يعني ما اعرفش، يعني مره يحبوه زي الجمبري. يعني هم الحمام والجمبري عندهم في مشاكل كده، مره يحبوه قوي ومره لا يعني. انا عارفه ان لو في حد بيتابعني من بره مصر، احنا اكتر ناس بناكل رز وعيش في حياتنا، مش عارفه في ايه. يعني حمام محشي رز، ومحشي رز. وكنت هعمل ممبار بس انا جوزي مش بيحب الممبار قوي، ف يعني عملت كده حبه لولادي فما صورتهمش. فكان في هنا عندي محشي ورق عنب، محشي كرنب. آه بصوا عامله حبه بالظبط مظبوطين كده، عشان الدنيا مليانه رز يا جماعه. وهعمل شويه سلطه وخلاص على كده، يعني الاكله بتاعتنا هتبقى هنكتفي